افضل 10 العاب لو جهازك 2 جيجا رام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انت جهازك 2 جيجا رام او اقل فانت دخلت في الفيديو الصح، لان انا جبت لك افضل 10 العاب تقدر تحملهم لو جهازك 2 جيجا رام او اقل. انزل اشترك في القناه عشان قربنا نوصل ل 2000 اخ واخت، ويلا نكمل. واول لعبه معانا وهي ريمبو 6 لوك داون. اللعبة دي تكتيكية ومسلية جدا، وبتاخدك اللعبة انك بتبقى في رحلة مع فريقك، وبتبقى انت قائد الفريق اللي بيبقى فيه جنود متدربين تدريب عالي وفي مهمات خطيرة جدا حول العالم. فكرة اللعبة انك بتقعد تجمع معلومات وبتخطط تخطيط دقيق عشان العمليات تنجح، ولازم تختار الأسلحة والتكنيكات المناسبة لكل مهمة. وفي اللعبة أماكن خطيرة زي المعابد القديمة والقواعد العسكرية بتاعت الجيش القديمة. اللعبة بتتميز بالجرافيكس بتاعها وصوت اللعبة الواقعي، واللعبة كمان بتقدم تجربة واقعية ومشيقة جدا للي بيحبوا الألعاب الحربية. ودي كده أول لعبة. تعال نشوف تاني لعبة. وتاني لعبة معانا وهي ذا ماتريكس. وطبعا لو هنتكلم عن لعبة ذا ماتريكس، دي لعبة عبارة عن فيلم يعتبر علمي وخيالي، لأن فيه حركات بتبقى فيها الواقع وفيها الخيال مختلطين بشكل مجنون جدا. انت في دنيا بتتحكم فيها من قبل الآلات والبرامج، وفي نفس الوقت بتحاول تكشف الحقيقة عن الواقع اللي بتعيش فيه. اللعبة دي بتديك فرصة تعيش حياة تيو، هو بطل القصة، وبتتفاعل مع الشخصيات اللي فيها زي موركيوس وترينتي واجنت سميث. بيكون عندك قدرات خرافية وبتتعلم تتحكم في الواقع حوالينك ازاي. بيكون عندك قدرات خرافية وبتتعلم ازاي تتحكم في الواقع زيهم، بس في نفس الوقت بتواجه تحديات كتير ومعارك مليانة أكشن وحركات مذهلة. اللعبة دي بتقدم لك تجربة واقعية جدا لحياة الفيلم، وبتخليك تتسلى وتتفاعل بجد مع قصتها الرهيبة ومعقدة جدا. والتالت لعبة معانا وهي فار كراي 3. فار كراي 3 لعبة غموض وأكشن بتجيب لك تجربة فريدة جدا. بتدور اللعبة إن فيه اتنين اختفوا على جزيرة، وانت بتاخد دور واحد منهم وهو بيبقى اسمه جيسون برودي، عشان تحاول تنجح في الهروب وتقابل واحد واحد منهم. اللعبة ممتعة جدا ومليئة بالمغامرات والأكشن، مع بيئات مفتوحة وأسلحة متنوعة ومهمات صعبة جدا بتخليك تتحدى نفسك. الجزيرة مليانة بالأخطار زي الوحوش والأعداء، وإحساسك بالتجربة الغامضة والمليئة بالتحديات بتزيد كل مرة لما بتتقدم في اللعبة. فار كراي 3 مش بس لعبة، دي تجربة ملحمية بتخليك تحس إنك جزء من مغامرة حقيقية، ومش بس بتقاتل ولكن بتكون جزء من قصة مشوقة ومليئة بالغموض والإثارة. ورابع لعبة معانا وهي لعبة ماكس بين 2. ماكس بين 2 هي لعبة حماسية بتجربة مفاجآت وأكشن مش متوقفة خالص. اللعبة بتحكي عن ماكس بين، الشرطي اللي بيلاقي نفسه متورط في مأساة مليانة بالتآمر والغموض. الشخصية اللي انت بتاخدها في اللعبة بتقدم أدوار تكتيكية وقتالية جامدة جدا، وتجربة قصة عميقة بتشدك لحد ما توصل للنهاية. الجرافيكس فيها عالي الوضوح والرسومات واقعية، والصوت والمؤثرات الصوتية بيدخلوك في جو الأكشن بشكل مجنون. اللعبة مليانة بالمشاهد الدرامية والألغاز اللي بتحتاج ذكاء وسرعة بديهة عشان تحلها. لو كنت بتدور على لعبة تجمع بين الحبكة والأكشن، فماكس بين هي الخيار المثالي ليك. وخامس لعبة معانا وهي بلاد رين 2. لعبة بلاد رين 2 هي لعبة فيديو مثيرة ومشوقة جدا بتجربة تشويقية، يعني تاخد امتياز الصراحة. اللعبة دي بتدور حوالين بطلة القصة وهي رين. رين هي في الأصل فامباير، وبتحارب مقصصين دماء زيها بس بيبقوا أشرار، وعندها قدرات خارقة جدا. الجزء التاني من اللعبة ده بيبدأ بقصته في مدينة مظلمة ومليئة بالأخطار، ورين معرضة للمواجهة مع أعداء جدد وأقوياء جدا. اللعبة بتقدم رسومات يعني كويسة وجرافيكس يعني حلو لسنتها يعني، وفيها تفاصيل مميزة للمدينة والشخصيات، وفيها عناصر حركة وقتال وكده، وفيها أسلحة متنوعة طبعا اللي أنت ممكن تستخدمها، واستراتيجيات كتير وأنت بتلعب يعني. واللعبة كمان فيها كمية ألغاز وتحديات بتحتاج ذكاء وسرعة بديهة عالية جدا. ريس اللعبة دي بتقدم تجربة لعبة مميزة ومثيرة بشكل فريد، واللي بيحب التحديات والألعاب اللي بتقدم أدرينالين هيلاقي نفسه وسط مغامرة مشوقة ومليئة بالحركة والإثارة، وهتلاقوا نفسكم مبسوطين من اللعبة بيها جدا. سادس لعبة معانا وهي لعبة كيلينج فلور. لعبة كيلينج فلور هي لعبة مصممة عشان بس تديك تجربة مرعبة جدا. اللعبة دي بتشدك من أول لما بتبدأ مع بيئات مرعبة بقى ومخلوقات وحوش مرعبة جدا، وفيها بقى بتبقى معارك بقى وضد أعداء متنوعين، وبتحاول إنك تعيش على قيد الحياة بأي ثمن، وبتبقى صعبة جدا. الرسومات فيها والجرافيكس فيها ممتاز بالنسبة لسنتها، والتشويق فيها بيبقى في كل لحظة حرفيا. وسابع لعبة معانا وهي ريزيدنت ايفل زيرو. لعبة ريزيدنت ايفل زيرو هي لعبة رعب، حرفيا رعب جدا، بتنقلك لعالم مليان زومبيز ومخلوقات غريبة، وفيها بتتحكم بالشخصيتين. الجرافيكس فيها حلو جدا ويخليك تحس انك جزء من القصه كده. اللعبه مليانه تحديات، وحرفيا التحديات بتاعتها مرعبه جدا، والاجواء المظلمه والمؤثرات الصوتيه فيها بنزود التشويق جدا. لو كنت بتحب الرعب بقى والتشويق فلازم تجرب ريزيدنت ايفل زيرو. وتامن لعبه معانا وهي مافيا 2.
لعبة مافيا 2 هي لعبة بتاعت عصابات زي GTA كده، بس مبنية أكتر على الشغف والحركة السريعة، فيها تفاصيل واقعية وقصتها حرفيا مشوقة جدا. اللعبة بتحكي قصة واحد اسمه فييتو ساكاليتا، ده واحد من شوارع امباير باي، بس دي كانت في فترة الأربعينات. فييتو ده بيخش عالم الجريمة والعصابات بعد ما شاف حياته بتتقلب بشكل كبير. اللعبة بتقدم أسلوب لعب مفتوح في عالم مليء بالتفاصيل اللي بتعكس العصور الذهبية دي الصراحة يعني، وهي الصراحة يعني حاجة زي GTA كده بس بتاع الجيل الذهبي بقى. وتاسع لعبة معانا وهي لعبة هيفي ويبن. لعبة هيفي ويبن زي حرفيا لعبة حربية جامدة جدا، بتعتمد على الأكشن والإثارة. فيها بتاخد دور جندي مجهز بأسلحة تقيلة وبتدخل في معارك ضخمة ضد أعداء كتير جدا. اللعبة بتقدم لك تحديات متنوعة وبيئات حماسية ومستويات صعبة هتخليك مش ممكن تفارقها خالص، مش هتسيب الجهاز أصلا. الجرافيكس في اللعبة كويس لحد ما، والصوتيات جوه حلوة جدا. عشان تفوز فيها لازم تكون مستعد تستخدم كل حيلك وتكتشف نقاط الضعف في أعدائك وتضربهم بقوة. لو بتحب الألعاب اللي بتضيف لك تشويق وتحدي، هيفي ويبنز هيبقى الاختيار الممتاز ليك. وعاشر وآخر لعبة معانا وهي لعبة بيس 2010. لعبة بيس 2010 دي كانت فعلا لعبة ممتازة جدا في زمنها. اللعبة دي كانت بتقدم تجربة كرة واقعية جدا. الجرافيكس بتاعها كان بيديك إحساس إنك ماسك الكورة حرفيا، واللاعبين بيبانوا بشكل جميل وما بيتأخروش في الحركات. المميزات اللي كانت في اللعبة دي إنها بتقدم لك تحكم دقيق جدا على اللاعبين، وكان فيها مودات متنوعة زي الماستر ليج والشامبيونز ليج اللي كانت بتخليك تعيش معاها التجربة من البداية للنهاية. وكمان الصوتيات بتاعت الجماهير والتعليق الرياضي كانوا بيزودوا من واقعية اللعب. الإدمان بتاع اللعبة دي كان كبير جدا، مهما كنت مبتدئ أو محترف بتلاقي نفسك بتلعب ساعات ومش بتحس بالوقت اللي بيمر. بصراحة كانت بيس 2010 من أفضل الألعاب الرياضية في زمنها، وتستحق التجربة لو ما كنتش جربتها قبل كده. ودي كده كل حاجة في فيديو النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات جديدة اللي هننزلها على القناة. بس كده، أشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام.